السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو غنصيب معكم هذا فقاس الخلاط الكهربائي كيوجد دغيا وما كيتعطلش وكيجي مقرمش وخطير في المذاق بالكركاع واللوز وبلا ما تخليه يبات، ما كيتكسرش وما كيتشققش، ناجح 100%. باش ما نطولش عليكم نبداو نيشان بالمقادير وطريقه التحضير. وإلا كنتو اول مره كتشوفوني فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، وديروا لايك للفيديو باش اليوتيوب يبقى يقترح الفيديوهات ديالي. الله يسهل عليكم كاملين ونبداو على بركه الله. في الخلاط الكهربائي غادي نديروا 6 البيضات، الحجم يكون متوسط، ما كبر ما صغار. غنديروا معاهم 2 كيسان ديال السكر حبيبات، القياس بكاس العنبه. 2 كيسان ديال الزيت، نفس القياس ديال السكر هو ديال الزيت. من بعد كنديروا عليه النكهه ديال زهره البرتقال اللي كتعطيه واحد المذاق رائع. 2 معلقات ديال الماء ديال الزهر ولا الماء ديال الروبيني باش يعطينا هذيك القرمشه اللي في الفقاس. معلقه ممسوحه كبيره ديال القرفه، هاد القرفه كتعطيه واحد المذاق غزال وكتعطيه حتى اللون زوين. غادي نطحنوا كلشي مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي حتى يتجانسوا لينا المكونات ويذوب هذاك السكر. غادي ناخذوا شي قصيعه تكون كبيره شويه باش ما يبقاش يتزرع لينا داك الشيء. خديت هنايا 10 دراهم ديال الكركاع، 10 دراهم ديال اللوز، نتوما بغيتو ديروا اكثر كيبقى لكم الاختيار. كاس ديال الزنجلان منقي ومغسول مزيان، ونص كاس ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين. حبه حلاوه كتعطيه حتى هو مذاق غزال لهذا الفقاس. صافي كنخلطوا كلشي مزيان مزيان. من بعد كنبداو نضيفوا في الدقيق شويه بشويه. انا هنايا احتاجيت كيلو ديال الدقيق، كيلو نيشان ديال الدقيق، غير الدقيق العادي، انا ما درتش دقيق خاص بالحلويات. وانتم الا بغيتوا ديروا دقيق خاص بالحلويات كيبقى لكم الاختيار. المهم انا درت غير الدقيق العادي. 2 اكياس خميره الحلويات من فئه 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خميره الحلويات. صافي كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنجمعوا بيدينا حتى كنحصلوا على واحد القوام ما يكونش قاصح وما يكونش مطلوق بزاف. المهم العجينه تكون ما بين وبين. هانتوما غنوريكم القوام كيفاش خاصو يكون، العجينه ما كتلصقش وفي نفس الوقت ما فاش كنكون كندلكها ما كنحسش بها انها قاصحه في يديا. هانتوما شفتوا القوام. من بعد انا هنايا قسمتها على 8 ديال القطع باش غادي ندير 8 ديال الحريبلات، حيت عندي الطبسيل صغير ديال الفران ما عنديش الطبسيل كبير. هذاك الشيء علاش قسمتها على 8. في كل طبسيل درت 2 حريبلات. من بعد منين قطعتهم خديت الحربول الاول وبقيت كندورو هكا. حاولوا انكم نتوما كدوروا وكتجمعوا من الجوانب لتحت بيديكم، نتوما كدوروا نتوما كتجمعوا باش ما يجيكمش الفقاس ديالكم خاوي من الداخل. وفاش تبغيو تقطعوه يبقاو يجيكم داك الخويات ما كيجيش الفقاس زوين. صافي انا هنايا شكلت هاد الحريبلات الواله. الا عندكم الميزان ديروا في كل وحده 600 غرام باش يجيوكم مقادين. ديروا 600 غرام وديروهم في نفس الطول باش يجيكم الحريبلات مقادين، ما يجيش حربول كبير وحربول صغير، باش كيجيو زوينين في التقطيعه وكيجيو قد قد. خديت بيضه وقهوه سريعه الذوبان وخلطتهم ودهنت بها الوجه ديال الفقاس. وخديت هكا فرشيطه وبقيت كندير هاد الشريطات باش يعطيني داك المنظر من الفوق. وخديت ابره عقمتها مزيان مزيان وتكيته ودخلته يطيب على نار مهيله. شعلت عليه من الاسفل فقط وطلعت الطبسيل ديالي للفوق وخليت الفقاس ديالي حتى تحمر ليا من التحت وخدا ليا واحد اللوين مذهب شويه من الفوق. عاد باش خرجته وما تشدوش على الفران نهائيا، خليو الفران محلول حتى يطيب الفقاس ديالكم. عاد خرجوه. ملي كتخرجوه مباشره كتغطيوه بشي فوطه تكون فازقه وكتزمتوه مزيان بشي كتكون نقيه وكتخليوه 4 ديال الساعات غير على ما كيبرد. صافي كتبداو تقطعوه فيه، كتخليوه غير كيبرد واحد شويه. المهم دوز 4 ديال الساعات. هذيك الساعه تقدروا تبقى تقطعوه فيه. انا خديت هنايا طرونشي عقمته حرقته من فوق البوطه وبقيت كنقطع به. صافي من بعد منين قطعته عاود دخلته الفران يتحمر على 180 درجه. شعلت الفران من الفوق ومن التحت، ما تشعلوش الفران من جهه واحده باش ما يبقاش يتعوج لكم الفقاس من الجهه اللي فيها العافيه. مثلا شعلتوا الفقاس غير من التحت غيعوج لكم الفقاس وغيطلع للفوق، غيجي الشكل ديالو معوج. شعلوا على العافيه من الفوق ومن التحت باش يتحمر لكم من الجوانب بجوج
ويجيكم الفقاس ديالكم مقاد ومحمر وزوين. وهذا الفقاس ديالنا من بعد ما وجد كيجي الصراحه فيه واحد المذاق غزال ديال القرفه والزهر. الا جربتوا هذه الطريقه ديال الفقاس غتخليوها معتمده عندكم، ان هذه هي الطريقه المعتمده عندي. ما نقدرش نصيب الفقاس وما نديرش فيه القرفه، واللي ذاقوا كيعجبوا المذاق ديالو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى ما كنتش طولت عليكم، وبسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.